دي مش قصة رعب عادية، دي حكاية غريبة ومرعبة، ممكن تخليك تبص حواليك 1000 مرة. ولو شفت شنطة اهرب، ولو فتحتها اعرف ان حياتك خلصت بسرعة. اسمع الحكاية للآخر واحكم بنفسك. الشنطة اللي بتتنفس ومحدش عارف فيها ايه. في يوم خميس الدنيا كانت مطر وضلمة. عامل نظافة اسمه عم عبد العزيز كان بينظف في محطة قطر مهجورة، وتحديدا الرصيف 6. المكان ده ما كانش حد بيقرب له، لأنه بيقولوا مرصود، وبيتقال إن كان في حادثة زمان واتقتل فيها طفل، ومن ساعتها بيحصل حاجات غريبة هناك. لكن عم عبد العزيز ما كانش بيصدق في الكلام ده، وهو ماشي شاف شنطة سودا كبيرة مرمية في آخر الرصيف جنب الحيط. الشنطة كانت بتتهز كأن جواها حد بيتنفس. قرب منها وسمع صوت خفيف وصوت ست بتقول: خليك بره، أنا لسه ما خلصتش. هو اتجمد مكانه بس قال: أكيد دي لعبة أو طفل مستخبي جوه. شد الشنطة بالعافية ووداها على أوضة الاستراحة، وفكر شوية قال أفتحها ولا لأ، وبعدين قرر إن يخلي الضابط المناوب هو اللي يشوفها. الضابط اسمه كريم، رجل شاب جديد في الاسم، وقال لهم: ما تقلقوش، دي أكيد شغل مخدرات وغالبا هنفتحها فورا. بس أول ما مسك القفل الكهرباء فصلت والكاميرات كلها سجلت اللحظة. شنطة بتتهز، نور بيطفي، صوت صرخة، وبعدين هدوء تام. لما النور رجع الشنطة كانت مفتوحة وفاضية. كريم قال لهم: أكيد حد سبقنا وفتحها، الموضوع مش مرعب للدرجة، دي سرقة. وراح مروح على بيته. تاني يوم اتفاجئوا بخبر صادم، إن العربية اللي كان فيها كريم اتقلبت في الترعة، وهو بيصرخ جوه العربية وبيقول: اقفلوا الشنطة، اقفلوها. الغريب إن أسرة كريم حكت إن من وقت ما رجع من الشغل كان بيتكلم مع نفسه وبيقول: هي جوه، هي مش راضية تخرج، مش راضية تسكت. ومن بعدها كل اللي شارك في التعامل مع الشنطة حصل له حاجات غريبة. عم عبد العزيز مثلا اختفى حرفيا، ما تبقاش منه غير جزمته اللي اتثبت عند الرصيف، وجهاز البصمة سجل إنه دخل المحطة وما خرجش. الضابط اللي شاف الفيديو استقال وقال: أنا دلوقتي مش بني آدم، أنا شايف حاجات غريبة وبسمع حاجات أغرب، واللي بيعرف اسمها بتاخده خلاص. النيابة قررت تمسح الكاميرات، بس الكاميرات لما جم يمسحوها الجهاز ولع في ايد الموظف، وقال آخر كلمة: أنا رجعت الشنطة، أنا رجعتها. النهاية لحد النهاردة محدش عارف الشنطة دي كانت بتاعت مين ولا مين الست اللي جوه، بس كل اللي اتسجل على ورق التحقيقات اختفى. وآخر واحد شاف الشنطة قال لهم: دي أكيد مش شنطة، هي أكيد باب. ما وراء الطبيعة مش حكايته بس، دي أسرار لازم تكتشفها بنفسك. اشترك دلوقتي وخليك مستعد للفيديو اللي جاي.